كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم متهنيين، كل سنة وكلكم كده مبسوطين وفرحانين وكل حاجة حلوة. النهاردة انا قلت ايه برضو احكي لكم قصة كده، قصة برضو واقعية فيها عبرة برضو. آه بصوا يا جماعة، طبعا الإنسان مننا لازم يكون ليه ناس يحبها، ليه ناس مرتبط بيها، بيحب الناس، بيحب يتعاون مع الناس، بيحب يضحك يتكلم يعني كده. في ناس دايما بتحس كده ان هي قافله على نفسها وملهاش دعوه بحد وما يعني مهما يحصل ما بتتدخلش. ماشي، دي حاجه مش وحشه ان انت ما بتتدخلش في مشاكل، ما بتتدخلش في حاجه كده، لكن انك انت مثلا تعيش لدرجه ان انت مثلا لو حصل لك حاجه محدش يلحقك، ده ما ينفعش برضه. حب الناس ده اهم حاجة في الدنيا، وحب ربنا. ده واحد كان متجوز واحدة محترمة جدا، ست محترمة جدا. طبعا القصة دي واقعية وحصلت. و... والست اللي هي كان متجوزها دي كانت دايما يعني عايزة تخليه يعني إنسان كويس وإنسان محبوب من الناس وكده. بس هو كان على طول برضه زي ما هو قافل على نفسه، قافل عليها ومش عايزة تتكلم ولا تختلط بحد. تمام كده، فتاني يعذب فيها ويزهق فيها. وكان ليه أخته برضه مش متجوزة، يعني كبيرة شوية يعني في السن، مش كبيرة أوي يعني، بس يعني هي عدى عليها موضوع الجواز وكده، كانت عايشة معاهم. فكان دايما يضرب مراته لأتفه الأسباب، وكان يعذبها، وكان بيعمل حاجات يعني كانت ما ترضيش ربنا بصراحة. جه في يوم الناس يعني في الشارع سمعوا أصوات وسمعوا عياط وكلام من ده. عرفوا ان هو بيضربها بيعذبها، فهي لمت حاجتها بعد ما كانت في البيت وكده والناس عايزين يتدخلوا، وهو طبعا معروف محدش بيتدخله في حاجة. فلمت كل يعني الحاجات اللي تخصها وكده، وهو مش واخد باله، وهربت من البيت. طبعا لما هي هربت من البيت اخته برضو، هو طبعا لما اتغاظ، لما مراته مشت وكده واتغاظ، بقى يعذب في اخته ويضرب في اخته ويكرشها وتدخل عند ده شوية وتبات عند ده وتكلم دي وتعمل دي، هي مش عارفة تعمل ايه، ومش راضي برضو يدخلها البيت. المهم ان هو طبعا الراجل ده بعد مراته مشت واخته سابته، بدأ ان هو يغسل هدومه، ينشرها، والناس كانت تشوفه يعني عادي يعني، بس هو يعمل اكل لوحده داخل طالع ما حدش بيحس بيه. لحد ما جه الناس في يوم شافوا شموا ريحة مش كويسة في الشارع. وبرضو يعني فضلوا يدوروا ايه الريحة ديت. كانت للأسف في قطة في الشارع ميتة، فالناس اعتقدت ان ده ريحة القطة. تمام، لكن هم ما يعرفوش ان هو ميت جوه، وما يعرفوش ان هو يعني خلاص عدى عليه شوية يعني. فبدأوا ان هم برضو يشوفوا ايه الموضوع، فبصوا لو دود ماشي في الارض وبيدخل في البيوت اللي في وشه، البيوت اللي هي ايه يعني قصاد بيته. فبدأوا ان هم خايفين، طب الدود ده جاي منين والريحة دي جاية منين؟ مش معقول قطة يعني هتملى الدنيا دود كده. ماشي. بدأوا يتبعوا الدود لحد ما عرفوا ان هو جاي من تحت بيته، من تحت الباب بتاع بيته. فيدوروا على اخته. طبعا اخته في حالة انهيار وحلفت وقالت انا والله ما معايا مفتاح للبيت ولا للشقه ولا اي حاجه بتحكم فيها، ولا انا ولا زوجته. طبعا اتصلوا بيها قالت لهم برضو انا ما اعرفش والله، معيش مفتاح معيش اي حاجه، وتصرفوا. رغم ان هي كانت زعلانه منه، بس انسانه محترمه جدا فوق ما تتخيلوا. كانت تعبانه بسببه وزعلانه عليه وعيطت، رغم يعني ايه اللي هو عمله، برغم اسود قلبه عليها برضو، الا انها برضو زعلت علشانه. طبعا عشرة ما كانش فيه اطفال بينهم، هو ما كانش ربنا ما اردش يعني ليه بالخلفه، لانه كان الموضوع مش العيب، عشان هو ما بيبقاش عيب، دي حاجه بتاعت ربنا وربنا هو اللي كاتبها.
يعني كان موضوع الخلف من ناحيته هو، يعني ان هو ربنا ما كانش رايد يعني بالخلفة. فجه بعد كده طبعا الناس تعاونوا مع بعض ودخلوا شقته عن طريق شباك من شبابيك الجيران، ودخلوا لقوه طبعا في حالة انتفاخ كده، زي ما يكون لسه يعني طبعا بقاله 3 أو 4 أيام ميت. وطبعا جت الشرطة وحققت في الموضوع وعادي، ولو طبعا كان بياخد علاج والعلاج مرمي جنبه، كوباية المية مرمية جنبه، وعرفوا ان هو كان تعبان. وللأسف طبعا محدش لحقه، والله يرحمه ويسامحه. وطبعا البيت نقفل والدنيا طبعا خلاص كده. فليه احنا ما نكونش مع بعضنا متعاونين ونكون اخوات وبنحب بعض ونكونوا كويسين مع بعض، والجار للجار، وعادي يعني الحياة هتبقى حلوة. وطبعا لو انت كويس وتعبان وناديت على حد من الشارع كان هيلحقك، لكن طبعا انت قافل على نفسك. الله يرحمه يعني ويسامحه ويغفر له. وكنت ذليل مراتك، والكلام ده كله ملهوش اي لازمة يا جماعة. والكلام ده كله طبعا ما ينفعش، علشان احنا برضو لازم نكون مع بعض ايد واحدة. وديننا طبعا قال كده، والاسلام قال كده، ورسولنا برضو عليه افضل الصلاة والسلام قال كده. فاحنا دي كانت القصة بتاعتنا، والعبرة فيها طبعا. وطبعا الهدف منها طبعا ان احنا نكونوا متحابين ونكونوا طبعا متعاونين مع بعض في كل حاجة، وربنا يهدي كل انسان لنفسه. وانا ما بحب، انا مش بقصد ان احكي عليكم ولا حاجة، بس انا بقول ايه اسليكوا شوية. وانا كده ايه كنت بعلق الفروع بتاعه رمضان والزينة بتاعه رمضان، كل سنة وانتم طيبين، وبفرجكم عليها كده. والشارع بتاعنا بقى ايه كله كده شغال بقى عمال يعلق في زينة رمضان، وطبعا بهجة رمضان الجميلة والأغاني الحلوة. وكل سنة وانتم طيبين، وتستنوا بقى كده مني الفيديوهات اللي هعملها بقى الجديدة بإذن الله طول شهر رمضان. وما تنسوش بقى طبعا تعملوا لي لايك وتشتركوا في قناتي. اهم حاجة يا جماعة اللايك وتشتركوا في القناة بتاعتي وتفعلوا الجرس. باي باي يا حلوين.